احنا عاملين زي المراكبي، ماسك الدفه يجيبها يمين وشمال يمين وشمال، بس الموتور نفسه بتاع المركب خربان. المثل ده من عندي، بس توصيف المشكله قالته الدكتوره عليا مهدي، الخبيره الاقتصاديه المصريه المعروفه. الدكتوره قسمت الاقتصاد بشكل كده مبسط لجزئين، جزء بنسميه اقتصاد مالي او اقتصاد نقدي اللي هو بتاع سعر الفايده، نسبه التضخم، سعر الصرف والدولار بكام، الحاجات اللي احنا كل يوم بنتكلم فيها بنحاول نشرحها كده. بس في جزء تاني مهم اسمه الاقتصاد الحقيقي اللي هو الانتاج، يعني اهو ده بقى الموتور، وكل اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده الدفه اللي بتجيلك يمين وشمال. يعني الدكتوره جت قالت لك ايه؟ هو ليه الصين ودول البريكس عايزين يجوا ينتجوا عندك؟ علشان انت مفتوح على 3 اسواق عالميه ضخمين، السوق الافريقي عن طريق كوميسا، السوق الاوروبي والسوق العربي. عشان كده لما يجي هو ينتج عندك بيطلع المنتج ميد ان ايجيبت غير لما يطلعه ميد ان تشاينا. ميد ان ايجيبت ينفع يدخل الاسواق الاوروبيه بسهوله ومن غير جمارك، ينفع يدخل دول الكوميسا وهكذا، لكن ميد ان تشاينا الموضوع مختلف. فانت عندك فرصه عظيمه جدا لو ان انت انتجت وصدرت. طب يا دكتوره الموتور واقف ليه؟ قالت لك المشكله الاساسيه هي ان القطاع الخاص عندنا مكبل اليدين، وضربت مثال وقالت لك احنا ليه ما نقللش الضرايب مثلا على القطاع الخاص علشان ينتج. ده نفس الكلام اللي انا قلته لكم من 3-4 شهور في الفيديو بتاع ما تيجي نلغي الضرايب. الفكره الاساسيه فيها ان انت تفتح الباب للقطاع الخاص انه يشتغل براحته وبسرعه عشان يقدر ينتج ويصدر. تمسك انت الدفه بقى، التضخم زاد شويه ترفع الفايده، التضخم قل شويه تزود الفايده، وهكذا.